فالمسألة النهاردة مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب، ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة مبينين. كل واحد مع 012 يرميها في الأرض ويستبدلها بشريحة تانية. ودي مش معناها إن أنا بقول لكم قاطعوا النصارى. ساويرس مش هو النصارى بتوع مصر، لا أدعو إلى المقاطعة العامة للنصارى لأنهم جزء ونسيج من أبناء البلد، لكن ساويرس ده لابد أن يؤدب. كيف نؤدبه؟ ونحن ليس في أيدينا شيء نستطيع أن نؤدبه. نحن لسنا السلطة التنفيذية عشان أجيبه وأقول له لماذا احتقرت الإسلام كله وتعمل لي ميكي ماوس، تعمل له لحية ونقاب. ده اسمه استهزاء بمشاعر 95 مليون مسلم، 80 مليون مسلم لا يقيم لهم وزنا. هو ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ عشان كده انا بقول لكم الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئة وقاطعهم المسلمون كاد اقتصاد الدنمارك ان يسقط لولا دخول الاتحاد الاوروبي، هو الذي حمى الخزينة الدنماركية من الافلاس. ان الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداء الإسلام. الشعوب قوية جدا وعندها طاقات هائلة، وأنا ما بطلبكش بحاجة، بقول لك 012 أو أي 0 تبع مبينيل ارميه في الأرض حسبة لله وغيرة على الدين، حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف أن المسلمين لهم حرمة. لا سيما هو يطلع ايه يعني في البلد؟ ماذا يشكل هذا الإنسان؟ من الذي يحميه؟ من وراء ظهره؟ فأنا عندما أقول أنا أقاطع كل منتجات ساويرس ليس معناها مقاطعة النصارى، لا، النصارى حاجة وهذا الإنسان الذي يستهزئ بديننا حاجة تانية. وأي رجل يستهزئ بديننا إحنا هنأدبه بطريقتنا الخاصة، لا بنستخدم العنف ولا بنروح نضرب ولا بنخبط ولا بنقتل ولا بنعمل حاجة، لكن نستطيع أن نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لأن عندنا إمكانات. وليس هذا فقط قاصرا على مثل هذا الرجل، كل رجل حتى وإن كان ينتسب إلى الإسلام يستهزئ بالإسلام والمسلمين ينبغي أن نؤدبه بمثل هذا أيضا. ليه؟ لأن مسألة إقامة الحد أو الضرب أو دي ملك الحاكم فقط. لازم إخواننا يفرقوا. أنا أتكلم بمنتهى الحماسة لكن أنا عندي ضوابط شرعية بتحكمني، لا أستطيع أن أتخطاها. أنا قلت لكم مسألة بناء القبور، المساجد على القبور، هذه مسألة لا تجوز، وحنفضل نقول لا تجوز لحد ما نموت، لكن ليس من صلاحيتنا أن نفعلها نحن بأيدينا. لا، دي سلطة ولي الأمر، مش عايز ينفذ عندما يلقى ربه يسأله، دي قصته. أما أنا قصتي أن أبقى على ما أنا عليه من الفتوى.